تسمح لي اتوقع على الاربع مراكز الاولى في الدوري المصري؟ هتسمح لي. رقم 4 واللي مش هيهم ناس كتير قوي فمش هتكلم عليه، سيراميكا كليوباترا. وسبب المركز الرابع ملوش اهميه قوي هو ان سيراميكا ملوش جماهيريه، ولكنه فريق ممتع هجوميا مهلهل شويه دفاعيا، فلو اشتغلوا شويه على حته الدفاع دي اظن هينافس على المركز الرابع. في المركز الثالث هقولها وبكل اسف نادي الزمالك، لان التوقع ليه علاقه بالمنطق مش بالانتماء. الزمالك بيعمل صفقات وبيتقدم ناحيه التطور، ولكن كلنا عارفين انه بيعاني من عدم الاستقرار، عدم استقرار اداري، عدم استقرار فني، ومشاكل كتير. مفيش مدير كره واضح، مفيش مدير فني ثابت، مفيش سكواد مكمل 3 4 سنين ورا بعض. ففي رايي على المدرب يستقر على تشكيل واللعيبه تولف على النادي، الموسم ده هيبقى موسم لسه للنسيان. في المركز الثاني مع كامل احترامي للاهلي وانه كل سنه بيكسب الدوري، فهو النادي الاهلي، ومن غير تعصب ده مجرد توقع. النادي الاهلي السنه اللي فاتت خد الدوري برجل بيراميدز. تتفق او تختلف، انا اسف ده اللي حصل. بيراميدز اكنه اتخض عشان بينافس الاهلي، وده طبيعي لانه مش متعود ياخد الدوري كل سنه، ولكن الخبره اللي خدها بيراميدز السنه اللي فاتت في المنافسه في رايي تؤهله انه يبقى المركز الاول. فتوقعي ان بيراميدز هو بطل الدوري المصري 2026. هتقول لي حتى بعد تدعيمات الاهلي، هقول لك الاهلي عمل صفقات موت، وطبعا بن رمضان ده لعيب تتكلم عليه للصبح، ولكن في رايي في حاجه مش مظبوطه في اوضه لبس الاهلي، ومش عشان انا زملكاوي، ولكن في رايي وجود زيزو في الاهلي مخليه اصلا في لعيبه جوه النادي مستغربه وجوده. وهنا انا مش بتكلم فنيا هو لعيب جامد طبعا، ولكن في لعيبه في النادي شايفه ان وجوده ملوش اي لازمه، وده بان في تصريحات قديمه لحسين الشحات. اما بيراميدز فهي بالنسبه لي اوضه اللبس الاكثر استقرارا، وماشيين خطوه ورا خطوه وسنه ورا سنه عشان ياخدوا الدوري، ونجحوا في واحد من اهدافهم وخدوا دوري الابطال. فايه اللي يمنعه انه ما ياخدش الدوري؟ طبعا مشجع النادي الاهلي هيقول لي الاهلي، هقول لك ماشي، وهي دي منافسه، ولكن ده توقع الشخصي بعيدا عن الانتماء. هل الاهلي هياخد الدوري زي كل سنه، ولا بيراميدز وبعديه الزمالك ليهم راي تاني؟ طبعا هستنى توقعك في الكومنت، وما تنساش تعمل لايك وفولو، والاهم من ده دعم اخواتنا اللي بيعانوا اشد المعاناه. سلام.